السلام عليكم. لو أول مرة تشوفني اعمل لايك وسبسكرايب واكسبلور عشان تشوف حاجات مفيدة لها علاقة بالمجال الطبي، طلبة كلية الطب والخريجين. طيب بص، ده سؤال مهم قوي. الماجستير ده زي ما قلنا قبل كده درجة علمية. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي زي ما احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات، خلصت التكليف فبتبدأ حاجة اسمها النيابة. النيابة دي يا إما نيابة جامعة زي ما قلنا 3 سنين، يا إما نيابة في الصحة 5 سنين. عشان تبقى أخصائي أو تاخد درجة أخصائي في تخصص معين، أنت محتاج حاجتين: تدريب عملي اللي هو النيابة، اللي هو وقت كتير جدا بتقضيه في المستشفى زيادة عن اللزوم، بس هو ده عشان تتعلم التخصص. وتاني حاجة درجة علمية اللي هي امتحانات تؤدي ان انت مع الكلينيكال او مع المهارات الكلينيكية اللي عندك دي، عندك معلومات اكلينيكية برضو عن التخصص. وبالتالي انا في نيابه الجامعه مفيش قدامي غير الماجستير، لان هو ده الميزه اللي الجامعه بتديهولي، ان انا اخلص لك الماجستير بسرعه. وبالتالي بدل ما تبقى اخصائي بعد 5 سنين في الصحه، هتبقى اخصائي بعد 3 سنين بس، هنخلص لك الماجستير بسرعه. وبالتالي هي دي الجامعه الاوبشن الوحيد في الجامعه. طيب في الصحه لا، في الصحه عندك الاتنين اوبشنز. ممكن تاخد نيابة وتقدم على الماجستير مع الترشيح الوزاري، وهنبقى نتكلم يعني ايه الترشيح الوزاري بعد كده. وممكن تقدم في حركة الزمالة ويجي لك زمالة، وتبقى انت الدرجة العلمية اللي هتاخدها عشان تبقى أخصائي هي الزمالة المصرية. طيب الماجستير ايه مميزاته وايه عيوبه، والزمالة ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ الماجستير نظريا زي ما احنا بنقول يعتمد على الجامعة اللي انت مقدم فيها وعلى المشرف اللي عندك، لان انت في الماجستير هيبقى مطلوب منك امتحان فيرست وامتحان سكند وحاجة اسمها الرسالة. الرسالة دي اهم حاجة في القصة، لان دي اكتر حاجة بتأخر الناس. مشكلته ان في تحكم شخصي فيك، يعني في واحد المشرف ده على حسب هو شخص كويس ولا شخص مالجننت، هيخليك تنجز بسرعة وتخلص الرسالة بتاعتك بسرعة ولا يأخرك. الحاجات دي كلها فيها تفاصيل كتير. بس عموما في ناس بتخلص ماجستير في 3 سنين، و3 سنين ده رقم كويس جدا ان هو يبقى اخصائي بعده، زي الناس اللي بتوع الجامعه ما بيعملوا. آه، الزماله المصريه لا، الزماله على الاقل 5 سنين، وفي تخصصات مثلا زي جراحه مخ واعصاب 7 سنين. وبالتالي المده اطول، الامتحانات اصعب من الماجستير بكتير. بس المميزات ان هي في روتيشن، يعني النيابة لو انت هتاخد ماجستير هتفضل في مكان واحد، مستشفى واحد طول نيابتك، او لو عرفت تعمل انتداب فترة، بس ده مش غالبا هيتوافق عليه. فانت غالبا هتبقى في مكان واحد طول نيابتك. لكن الزمالة فيها روتيشن، يعني انت مثلا لو نيابة كارديولوجي فانت اول سنتين بطنة ممكن تكون في كذا مستشفى فيهم، بعد كده 3 سنين كارديولوجي هتروح كذا مستشفى، ممكن تروح مستشفى جامعة، ممكن تروح مستشفى معهد ناصر، مستشفى تعليمي، ممكن تروح مستشفى صحة، ايا كان بيبقى فيه روتيشن ليك في فترة النيابة وحاجات لازم تاخدها. وبالتالي في برنامج تعليمي محترم مع البرنامج الامتحانات العلمي. الماجستير مفيش فيه برنامج روتيشن، هو درجة نظرية زي ما احنا قلنا قبل كده، مفيش فيه روتيشن، مفيش فيه اي حاجة. انت ممكن كزيادة من عندك لو عندك الامكانية ان انت تعمل فيزيتور، تروح الجامعة تحضر زيادة على شغلك الحكومي، وده هيبقى لود، بس بعض الناس بتقدر تعملها. بس عموما يعني في المجمل الزمالة المصرية افضل واقوى بكتير من الماجستير. حتى في الخليج دلوقتي الماجستير ما بيرقيش اخصائي على طول، يعني انت لو واخد شهادة الماجستير في ايدك لازم عايز بعدها هو خبرة سنتين في التخصص، وبعد السنتين دول يقول عليك اخصائي. لكن الزمالة المصرية مجرد ما معاك الشهادة انت اخصائي عندهم وفي كل مكان. ده ملخصا كده الفرق ما بينهم. لو في حد هدفه الاساسي ان هو يبقى اخصائي بسرعه ويشتغل في مصر، فالماجستير يعني فرصه كويسه، خصوصا لو في جامعه كويسه وحظه جامعه مشرفين كويسين. لكن لو هدفك الاساسي السفر على الاقل دول الخليج، فانت الزماله افضل بكتير، والتدريب فيها افضل بكتير، وفرصه التنقل في المستشفيات افضل بكتير. بس ستيل امتحاناتها اصعب، فرص القبول فيها اقل. وبالتالي هو ده الفرق الجوهري ما بينهم. اتمنى الفيديو يكون فاد الناس بشكل او باخر.
اعمل لايك بقى وشير والكلام ده عشان يوصل لناس اكتر، لانه دي دايلما الناس كتير بتقعد محتارة فيها. اخيرا ملخصا، الاتنين درجات علمية عشان تبقى معاك تايتل اخصائي. كل واحد ليه مميزاته وعيوبه زي ما قلت، وفي النهاية ظروفك غير ظروف غيرك. مش كل اللي خد ماجستير حلو، ولا كل اللي خد زمالة وحش. كل واحد قصته مختلفة، وظروفه وتفكيره والبلان بتاعته مختلفة. بالتوفيق إن شاء الله.